السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد سنقدم لكم فيه تشكيلة نادي الهلال ضد الخلود. التشكيلة التي إن شاء الله ستأتي بالانتصار لنادي الهلال، وإن شاء الله بعد هذا الفيديو سنقدم لكم ردة فعل مباشرة على مباراة الهلال والخلود، وبقدرة الله السميع العليم أن الهلال سيظفر بالثلاث نقاط. نبدأ أصدقائي من غير ما نطول عليكم المقدمة أكثر، ندخل في التفاصيل مباشرة. في حراسة المرمى الرباعي، خط الدفاع الثنائي تمبكتي وأكشاشيك، ثنائي ممتاز ومتناسق أكيد. في الأطراف على اليمين اليامي، وعلى اليسار تيو هرنانديز، ثنائي قوي أكيد، وتيو تعرفوه في الواجبات الهجومية أقوى من اليامي، لذلك سيعتمد على تيو هرنانديز على المستوى الهجومي أكثر، يعني على الجهة اليسرى هجومية أكثر من الجهة اليمنى. في وسط الميدان الثنائي روبن نيفيز، معه ميلينكوفيتش سافيتش، ثنائي يعني متفاهمين مع بعضهم، يلعبوا كثير مع بعضهم. نيفيز وسافيتش من أروع ما يكون. أمامهم كانو في صناعة اللعب، هذا الثلاثي في وسط الميدان. نذهب الآن إلى ثلاثي الهجوم. على اليمين مايكوم، طبعا حاجة معروفة. على اليسار سالم الدوسري التورنيدو، لاعب مميز وأتوقع أنه سيسجل في هذه المباراة. وفي الهجوم ليوناردو، هنالك من يقول نينيز، ولكن انا افضل ليوناردو في الشوط الاول، بعدها اذا ما مشاش ليوناردو يدخل نينيز. هذه هي التشكيله الاقرب لنادي الهلال امام نادي الخلود. انتم بكتبوا لي توقعاتكم لنتيجه المباراه في قسم التعليقات. شكرا لكم والسلام عليكم.